السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في راحة بال الرحمن وبخير ان شاء الله. وصفتنا للنهاردة وصفة حلوة، بس هي مش وصفة مصرية بقى. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة خليجية او سعودية. هنعمل الكبسة. الكبسة دي مقاديرها ايه؟ معانا الفراخ، وراك، صدور، اي حاجة معاكي، ومعانا الرز طبعا، ومعانا شوية زيت صغيرين ومعلقة سمنة. هنعمل ايه؟ هنحمر الفراخ اللي انتوا شايفينها دي، اي كمية عندك. لازم تاخد صدمة الاول على النار اول حاجة عشان تدينا لون وعشان ما تبقاش زفرة. نشوف بقى بهاراتنا. معايا هنا اللورة والملح والفلفل والحبهان زي ما انتوا شايفين، وفصين قرنفل، ونص معلقة كركم على كاري عشان تدينا اللون والدرجة، والملح والفلفل الاسود والسبع بهارات. تمام. وهنا بنعمل الشوربة علشان ننزل فيها الرز اول ما كله يتظبط كده، وهنديها الصدمة وهنوريكم دلوقتي هنعمل ايه. طبعا ما تنسوش لازم الزيت يبقى سخن. خلي بالكم على نفسكم وانتوا واقفين عشان الزيت بيبقى سخن قوي مع الفراخ بيطرطش. طبعا محلول الفراخ احنا حطينا نقعنا من بدري في الملح والخل والدقيق علشان الفراخ تنضف وتبقى بيضة. هنعمل جنبيها ايه كمان؟ هنعمل جنبيها بامية ويكا اللي ست الكل مفرزاها اهي. هنوريكم برضو هنعملها ازاي. هناخد شوربه من الفراخ بتبقى تحفه قوي الباميه الويكا بالذات على شوربه الفراخ. وادي الثوم اللي ماما مفرزاه اهو، كله هنظبطه. ادي الفراخ اخدت اللون معانا والتحميره الذهبي، ولسه الباقي طبعا. هنكمل باقي الطاسه عشان كله يتحمر. بصوا دي البصل اللي هنحمره عشان الكبسه اهو، وادي الشوربه دي عشان الباميه الويكا، وادي الحله اللي هنرص فيها بقى الحاجه. انتوا بتعملوا لنا ايه؟ لايك. يلا هنكمل وصفتنا ونرجع لكم تاني. طبعا كله اتعود على قطع النور، كله شغال بالكشافات دلوقتي لحد ما ربنا يرحمنا. طبعا ادي الفراخ كلها خلصناها تحمير، وعملنا بقى التتبيله بالبهارات. حمرنا البصل وبشرنا طماطميتين على حسب الكميه اللي عندك. لو كميه الفراخ قليله تبقى طماطميه واحده، لو الكميه كبيره يبقى تبشري طماطميتين بس كده. بعد ما هنبشرهم وهنديهم تسبيكه شويه بالبهارات، هنفضل نقلب فيهم وهنرصهم في الصينيه كده. اللهم بارك. ونحط الرز ونحط بعد كده التسبيكه دي عليه، وهننزل برشه الكركم برضو تاني وكاري، وننزل بالشوربه. ادي الرز اهو نزلنا بيه. الرز اهو حمر معانا. هننزل بالشوربه. شوربه طبعا متبهره بالحبهان واللوري والسبع بهارات كده. خلاص كده بقى. اهم حاجه نوطي النار علشان يستوي مع نفسه، عشان الفراخ تستوي وكله يستوي. وما ننساش طبعا نحط لو عندنا ليمون اسود نرمي واحده بتبقى تحفه كده. وقرن فلفل الحراق هنقطعه دلوقتي ونحطه ونوطي النار. ايوه حطي قرن الفلفل ده قطعناه وهنحطه كده عشان يدي الطعم. لايك. طبعا اللي ما بيحبش الحراق ما يحطش حراق، بس هو لازم الفلفل الحراق ده. هنوطي النار ونسيبها، واول ما تستوي هنقلبها ونوريها لكم. ودمتم بخير. وبكده تكون وصفتنا خلصت. احلى كبسة من احلى ايد ست الكل. طبعا شايفين البخار عامل ازاي والبهارات مولعة. ربنا يا رب يجعل البركة في بيوتنا وبيوتكم، وما تنسوش تدعوا لنا دعوة حلوة من قلوبكم، وتدعوا لأهلنا في غزة وفلسطين. ربنا ينصرهم ويرفع عنهم يا رب البلاء، وينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. وايه بقى كمان، والختام السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير وأمان من الرحمن. مع السلامة. باي باي.